احنا عندنا كام قارة؟ 12 قارة. 10. ايه هم؟ طب قولي هم. آسيا وأفريقيا وأوروبا والسودان. كده 4. 10. اللي قلتي 10. كتير. أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. اسبانيا مثلا. أسبانيا جمصة؟ إيه؟ جمصة؟ لا مش جمصة. جنوب، مش عارفة جنوب إيه، جنوب السويس؟ صح. بجد والله. 8. استراليا. استراليا. لا، استراليا. 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 مش عارف يعني اخش معاها في عربي ولا في املا ولا حاجات اصلا اللي هو ولا استراليا. استراليا. اوكي كده 8 قارات. هما دول اللي انا اعرف عنهم، وبالذات افريقيا دي اللي انا اعرفها. مصر اوروبا فيها كام محافظة؟ 12 محافظة. 12؟ قوليهم لي كده. القاهرة واسكندرية. والجيزة، الدهقلية والقليوبية، او متهيألي 10. واحنا قلنا الدهقلية. والله انا فاكراهم بجد والله عارفاهم. واللي هي الحاجة بتاعت الصعيد بقى اللي هم، او متهيألي كتير، هم مش عارفة اكتر من 12 ولا 27 كمان. يعني طب انت كنت في ادبي ولا علمي؟ لا، ولا ادبي ولا علمي. في بابين قدامك، باب مكتوب عليه ممنوع دخول الاغبياء، هتخش ولا لا مش هخش عشان ممنوع دخول الاغبياء. مش هتخش؟ لا، بس هستفسر الاول اقول لهم ليه بقى يعني كده. ليه ممنوع دخول الاغبياء؟ يعني اخش فين اصلا الاول لما اعرف؟ ما هو مكان ايه؟ ما انا عايزه اعرف برضه. هو المكان انت حابه تخشيه بس هو مكتوب عليه ممنوع دخول الاغبياء. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز الاجابه. باب مكتوب عليه ممنوع دخول الحيوانات، هتخش ولا لا؟ اخش عشان مش حيوان. لو باب مكتوب عليه ممنوع دخول الاغبياء؟ لا مش هخش. ما هو اغبياء في ايه؟ ما هو مكان ايه اصلا عشان ما اخشش؟ ما لازم اعرف هو في ايه الاغبياء، يعني هما المكان ده ايه اصلا عشان اعرف اذا كنت هخش ولا لا. ممنوع دخول الاغبياء، هتخشي ولا مش هتخشي؟ هسأل الاول وبعد كده لو ممنوع دخول الاذكياء، هتخشي ولا مش هتخشي؟ لا هسأل برضه. عايزه تخشي يعني هتخشي؟ اخش اسال اشوف. عادي، ما انا عايزه اعرف في حاجات وحاجات ما اعرفش. طب معاك قلم؟ استنى. اسمك ايه؟ فيرنا. عندك كام سنه؟ 18. لو اتولدتي من 10 سنين هيبقى عندك كام سنه؟ كتير، حاجه و20 مثلا او 30. انت عندك 18، لو اتولدتي من 10 سنين هيبقى عندك حاجه و20؟ لا يبقى اصغر. صح، يبقى اصغر. هتبقى عندك كام سنه؟ مش عارفه بس ابقى صغيره قوي. تبقى قد ايه؟ يعني كل لسه ما دخلتش الجامعه بقى لا خليني زي ما انا في ال 18. لا مش عايزه اصغر. ايوه، انت لو اتولدتي قبل 10 سنين كان هيبقى عندك كام سنه؟ يعني انا المفروض ان انا يبقى عندي كام سنه؟ اقول اي سن ولا لا احسب 20 مثلا؟ اتولدت من 10 سنين، يعني مثلا انا اتولدت 2005، ولو قبلها ب 10 سنين يبقى 1900 وحاجه بقى. يعني ما اصل الحاجات دي انا ما يعني اللي عايزه الاذكياء اللي هي اذكياء قوي يعني جدا. حبيبي انت باد بوي، دماغه فيها بارانوي، خيل طلعت مش سوي، هربي مكانك انا روي، انت تشطب اسمك سلام، باي باي من قيمة الناس السلام. والله معانا مضرب تنس وكرة تنس، الاتنين على بعض ب 110 جنيه. عايز اعرف ده بكام او ده بكام، علما بان المضرب اغلى من الكرة ب 100 جنيه. يعني مضربين والكرة ب 110. انا ما قلتش مضربين، هو مضرب واحد، هو لوحده ب 110. مش عرفت؟ ما هو انت قلت واحد. مضرب واحد وكرة واحدة، احنا كده معانا ايه؟ 110. الاثنين دول بكام؟ 110. عايز تقسمهم يعني على 2؟ واحدة 110 على الاثنين. مش عارفة 110 على الاثنين بكام؟ مش انا وكل حاجة بعملها على الآلة. 100 على الاثنين بكام طيب؟ مش عارف. انا قلت لك علما بان المضرب اغلى من الكوره ب 100 جنيه، فكده المضرب بكام والكوره بكام؟ 50 و50 مثلا، او 100 والكوره ب 10 جنيه. غلط. ليه؟ وهي كده تبقى اغلى ب 90 بس. يعني الكوره ب 90، يعني ايه ب 90؟ الاثنين على بعض بكام؟ ب 110. المضرب اغلى من الكوره بكام؟ ب 55، ب 90 جنيه. ب 100. يبقى الكوره بكام؟ ب 10. ايه يا جدعان الاسئله دي؟ دي بالمنهج عندنا. يعني احنا كل حاجه بنعملها على الآلة يعني على الآلة. طب اعمليه. ما هو 110 على الاثنين يبقى كله، يبقى المضرب الايد ب 55 بس المضرب اغلى ب 100 جنيه. طيب ما يبقى اغلى، يبقى 100 جنيه. طب اللي انت شايفه صح يبقى غلط. دلوقتي انت عندك المضرب والكوره ب 110، المضرب اغلى من الكوره ب 100 جنيه.
يبقى الكوره بكام؟ 50 جنيه. اه حاولي تنقصي مثلا 100. ما انا قلت 10 جنيه. ماشي كده 10. والكوره كده المضرب اغلى من الكوره ب 90 بس. اه عايزين نخليها بقى اغلى من الكوره ب 100 جنيه. اغلى من الكوره ب 100 جنيه يبقى تبقى 110 و110. ايه انا ده؟ اقول لك الاجابه وتقولي ليه. 105. ليه بقى؟ انا بسالك. عشان ال10 خدتها على اللي قسمتها نصين على الكوره وعلى ده وعلى الايد. دلوقتي المضرب اغلى من الكوره ب 100 جنيه، ليه بقى المضرب ب 105 والكوره ب 5 جنيه بس؟ اكيد عشان ده اللي هيتضرب بيه اللي هنلعب بيه، يعني الكوره ما لو في كوره مش هيبقى في ايد.